$10 في امريكا ضد $10 في مصر. فكره التحدي ده ان ايمان مراتي فاكره ان تقدر تجيب حاجات كتير جدا في امريكا واسعار الحياه هنا رخيصه جدا عكس اللي تعرف تجيبه في مصر. فاحنا هنعمل تجربه عمليه. ايمان هتنزل تشتري حاجات بما يعادل $10 بسعر البنك عشان ربنا يستر علينا، وانا هنا في امريكا هنزل اجيب حاجات ب $10 من ارخص مكان في الدنيا ونشوف مين هيستغل ال $10 دي اكتر. وانتوا عايزين تقولوا لنا تحت في الكومنتات هل ال $10 ليها قيمه في امريكا او في مصر او لا، او مين عرف يستغلها احسن استغلال. تعالوا بقى ايه من ناحيتي نشوف احنا بقى هنعمل ايه وهنصرف ال $10 دي ازاي. وصلنا ارخص ماركت الواحد ممكن يشوفه هنا في امريكا وهو دولار تري علشان نحلب ال $10 صح ونطلع اكتر فايده ممكنه منها. هذا هو المكان من جوه، واخدنا عربه التسوق. ساعات والله الواحد بيلاقي حاجات فعلا حلوه جدا في الاماكن دي وساعات لا، بس احنا هدفنا النهارده ال $10 دي نحسسها ان هي $100 $20 حاجه كده ايه تفرح بنفسها شويه. كل ده بدولار 25 دولار 25 سنت. اول حاجه المكرونه دولار 25 سنت سعرها 560 جرام والنص كيلو. اما بقى في الجانب الاخر ايمان رايحه على السوبر ماركت علشان تشوف ال $10 هتجيب ايه. وصلنا الى خير زمان. تعالوا كده نشوف هنجيب ايه. جبت سكر ب 27 جنيه على فكره. جبنا المكرونه نجيب الصلصه. اهم حاجه بقى في الموضوع طبعا وهو البرنس ده السكر. نص كيلو سكر عامل كام دولار 25 سنت. نص كيلو سكر. بصوا يا جماعه دقيق الكوكونات او دقيق جوز الهند. انا اول مره اعرف بصراحه ان جوز الهند عملوه دقيق، يعني دي معلومه جديده عليا انا شخصيا. بس بصوا بصراحه بتاعتي بتبقى حلوه قوي. بسكوت كده محشي فراوله وتوت ومش عارف كذا. ده فيه كام واحده؟ ده في 4. بص بقى قسم الخضار المجمد. احنا بتوع الهيلسي يعني. انا بصراحه بقى انا عايز، انا بحب البسله. فين البسله؟ بصوا الاسبرجوسه. بروكلي ايه يا عم واحنا قراني. خضار ميكس الواحد ايه يظبط بيه الحاله. نعيش عيشه هيلسي شويه. ده رز معمول هو اوريدي خلصان، انت بس يا دوبك بتسخنه في الميكروويف وايه تاكل يا معلم وتظبط. 250 جرام دولار 25 نجيبه ده بصراحه. في بقى لو انت الناس اللي بتحب تطبخ الرز، انا ماليش في طبخ الرز قوي. ده قد ايه؟ ده كيلو او تقريبا. الكيلو بدولار 25 هنا. المهم ايه رايك في الحاجات اللي احنا جبناها لحد دلوقتي؟ لسه مكملين. حد هيجي يقول لي انت ما بتقبضش بالجنيه. مش دي فكره الفيديو نقبض بالجنيه والدولار. احنا بنتكلم في القوه الشرائيه للعمله ايا كان انت بتقبض كام. ممكن تكون انت بتقبض 10 مليون دولار عادي، ممكن تكون بتقبض 3 جنيه. علبه التونه بدولار. ليه بدولار 25 لعلبه التونه؟ بصوا يا جماعه. المهم يلا نكمل. بصوا برضو الاطباق دي اي طبق بدولار 25 دولار 25. الكوبايات نفس الكلام، هي سعر موحد لكل شيء. بصوا بقى يا جماعه هذا الشيء شايفين دي عامله دولار 2 لتر صح؟ حلو قوي. براند احنا ايه بنحبه ومكملين معاه اهو. شنتو اطلع بره. هنا بقى قسم المجمدات والبيتزا والحاجات دي كلها برضو نفس الاسعار تقريبا. لا طلعتش نفس الاسعار. هنا الحاجات دي عامله $4 هنا يا جماعه اهو. مالناش دعوه بالحاجات دي مش بتاعتنا اصلا ففكنا منها. هنا بقى في الصناديق اللي هي الصغيره دي بتحط فيها حاجات بتاع، يعني الحاجات دي بتتباع بره ب $3 $4 برضه. في شباشب بالدولار 25 شباشب بحر. طب والمصحف انا عايز شبشب. طبعا تحس انه معمول من كاوتش عربيه تعبان اهو. طبعا الخامه دي خامه التهابات وش بس اهو. واحد يحتاجه شبشب حمام مش اكتر. هنا هو قسم الشامبوهات والحاجه. اي حاجه هنا بالدولار 25. هنا شاور جل. هنا ده شامبو. طبعا الحاجات دي ما اضمنهاش. ده احطها على شعري ما الاقيهوش تاني يوم. ده جل. ده سوبر بقى سوبر فريز اللي هو هيوقفه بس. انا طبعا الحاجات دي ما انصحش بيها بس انا بالنسبه لي هجيب ده 3 في 1 اللي هو يوقع شعرك ويلهبك ويتعبك. هو الصابون بيبوظ يعني وفي صلاحيه للصابون يعني، ولو باظ هو بيعمل ايه؟ ان هو اوريدي الصابون بينضف فلما بيبوظ الحاجات هنا ممكن تكون منتهيه الصلاحيه ولا حاجه. ما نضمنش يا جماعه. ده والله العظيم ده بيتباع بره ب $3. مسحوق غسيل هدوم اهو يا جماعه بدولار 25 حرفيا. لو الحجم حلو يعيش. ده لما ايه تحب تهين ملابسك بقى ولبسك تطلعه كده موبر كده وبهتان على بعض والالوان داخله يمين في شمال. صراحه مساحيق الغسيل في امريكا غاليه. البراندات الغاليه دي غاليه فعلا. الحجم ده من بره في الحاجات اللي هي البراندات 7 $8. اللي عنده يا جماعه بقى اطفال بقى ايه ظبط اهو. الناس اللي بيجيب هدايا من امريكا وكده والله العظيم في كتير ويجي هنا انت فاهم يروح جايب لك حاجه زي كده يقول لك انا جايبه من امريكا وبتاع اهو. امريكا اهي. الناس بقى العيال بقى صغيره بقى خالو حسين جايب لي الحاجه من امريكا وبتاع ومش عارف ايه ويفرحوا بالحاجه وبتاع. هو جايبها من هنا. والله المكان ده اللي تحس ان ماسكه الشاذلي اللي هو جات لي صفقه بلالين. انا لا ليا في البلالين ولا بحب البلالين بس الصفقه جات لي وهبيع الواحد على $25 اهو. بس تعرفوا يا جماعه
الشاذلي فكره. صفقه البلالين يا جماعه، بلالين اهو زي ما انتم شايفين، اي حاجه دولار 25. مجموعه القراطيس بدولار 25، 1 2 3 4 قراطيس. حبيت اوريكم برده القراطيس عامله ازاي. جراس سيل ده لو واحد مثلا هينقل من بلد لبلد او ولايه عايز يبيع الحاجه اللي عنده في البيت عشان هينقل وكده ويمشي، فبيحط الحاجه كده وبتاع. يا جماعه انا عندي سيل وتعالوا ايه في الجراج عندي ولا في المكان عندي ولا في الشارع، لموا الحاجه خدوها بقى باي سعر وربنا يصلح الاحوال. ده بقى قسم كل الحمامات بقى دولار 25 يابا، وانت ايه طالع. يا الله بصوا تنظيف دي، تصدق دي حلوه للتنظيف جباره. شوكولاتات بقى وحاجات ايه ماشي. دولارات 25 في كل حته. كنت عدوا معايا كام دولار 25 قلتها في الفيديو. تعالوا بقى ايه ده الحاجات اللي احنا جبناها صراحه اهي زي ما شايفين. بس قبل ما نحاسب تعالوا نشوف ايمان عملت ايه. السلام عليكم يا جماعه. جبت حاجات ب 330 جنيه اهي، الحاجات قدامكم اهي، وفي حاجه مش هتصدقوا سعرها. يعني انا جبت السكر ده، جبت خالتي بهيه ده ب 27 جنيه. انا لو كنت لقيت اكتر من كيس من خالتي بهيه ده والله كنت جبت دقيق ب 31 جنيه، وجبت كيس المكرونه عشان انا بحب المكرونه ب 38 جنيه، وجبت اللبن ب 40 جنيه. الله يكون في عون الامهات اللي عندهم اطفال بيروحوا مدارس وكده. وجبت الصلصه وجبت البانيه، انا جبته ب 117. لما سالت ماما قالت لي انه لا كده غالي، كده ضحك عليكي، او مش ضحك عليا بس هو غالي يعني. هو المفروض النص كيلو ب 90 جنيه. معرفش يا ماما لوحدها بس اللي بيجيب الحاجات بالسعر ده ولا هي فعلا بالسعر ده، فقولوا لي في الكومنتات برضه. يعني هي الحاجات دي كلها من غير البليتش كانت ب 270 جنيه، فجبته هو اللي كان بصراحه ب 56 جنيه. جبنا الحاجه معاها اهو، اتكلفت بالظبط بصراحه 13 دولار لسبب الكيسين دول، كيس ب 20 سنت كل واحد 40 سنت. المهم يا جماعه ده شكل الحاجات اهو زي ما انتم شايفين كاملة. كل الكلام ده عامل بالظبط 12 دولار و60 سنت. لو انا شلت الاثنين دول كده فالحاجات دي كلها تعمل تقريبا 10 دولار، بالاثنين دول 12 دولار و60 سنت. فبس يا جماعه دي الحاجات اللي انا جبتها، فانتوا ايه رايكم؟ هل انا عرفت استفاد بال 10 دولار واطلع منها لاخر سنت في حاجه مفيده ولا لا؟ وجهه نظري الحاجات هنا بقت غاليه في العموم، مش على ده ماليش دعوه بده. ده هتلاقي الحاجات دي كلها اصلا منتهيه الصلاحيه. هي الحاجه بصراحه في العموم غليت هنا نسبيا في امريكا، بس انا حبيت اجيب ارخص حاجه خالص علشان اشوف هل لسه ال 10 دولار اقدر اجيب بيها حاجه هنا في امريكا. وطبعا 10 دولار في مصر زي ما انتم شايفين هي جابت حاجات كتير جدا بسعر البنك، مالناش دعوه باي حاجه ثانيه عشان ايه ربنا يستر علينا. بس قولوا لي تحت في الكومنتات هل 10 دولار تجيب اكل في مصر لمده قد ايه؟ ممكن مثلا لو فردين، خلينا فردين بلاش اسره، تكفي اكل قد ايه؟ المهم قولوا رايكم في الكومنتات. مصروف كام يكفي في الاسبوع؟ باي.